السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفوانيس دي لقيتها مميزة. بصوا مش زي اي فانوس خالص، يعني اول مرة بصراحة اشوف. انا مش عارفة الخامة دي ايه، بس هي خيوط كده او مش عارفة. هو بقى صاحب المكان هيقول لنا. اللهم بارك، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت اللي يشوف قناتنا يعمل لنا لايك ويعمل لنا اشتراك في القناة، ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهاردة. السلام عليكم. عليكم السلام. عجبني عندك الفوانيس قوي ولقيتها مميزة غير كل الفوانيس. هو الفانوس ده معمول من ايه؟ دبارة القطن. الدبارة القطن. هو بينور؟ لا، يعني بتحط كده بس؟ بتحط كده بس، وفي ناس بتاخده تحط ليه سيريا نور. تحط له نور يعني هي براحتها. اه، طيب دي ايه، مكرمية؟ دي مكرمية. اللهم مكرمية. بارك هذا البيت. ما شاء الله. تعالى على الباب. الله مكتوب عليها اللهم بارك هذا البيت. ما شاء الله. ودي ما عليهاش حاجة. طب بصوا احنا هناخد جولة الاول كده بس نشوف. يعني دي مكرميات، دي فوانيس، بس هو ما بيبيعها من غير نور، ما فيهاش اضاءة. لو انت عاوزة تعملي اضاءة تحطي لها اضاءة، اي شكل بقى يعجبك. ما شاء الله اللهم بارك. الفانوس ده مساحته كبيرة قوي. ممكن حضرتك بقى تقول لنا عن الاسعار؟ أسعار المكرمية كلها بتبتدي من 150 لحد 1000 ونص في الفوانيس. يعني الفانوس ده ب1000 ونص. هو بصوا هو شكله جميل جدا، هو يستاهل. ب1000 ونص. الحاجات دي بتتعمل يدوي والناس بتتعب فيها. هو ب1000 ونص، اللي عاجبه وعاوز يشتريه ومعاه مقدرة هيشتريه. هو اللهم بارك جميل، جميل جدا. يعني احنا بنقعد نجيب شوية حاجات كده، كام حاجة ملهمش أي قيمة ب1000 ونص. كلمة بسم الله ما شاء الله. ربنا يخلي يا خشب. معمولة بخيط، معمول بمشط. بيعمل 200 جنيه. والفوانيس الصغيرة دي الفانوس ده الصغير ده بيبتدي من 200 لحد 1000 ونص زي ما قلنا. يعني أول الفوانيس ده 200، اه. واحنا طالعين بقى 250 300 400. 200 صح؟ 350 750 1000. يعني الصغير ده 200. ده 200. ايوه 350. 350. ده اللي هو الكبير ده 750. ده 750. الاتنين دول مقاس واحد صح؟ 750 بس حلوين قوي. هو ده معمول على ايه هنا؟ حديد صح؟ اللهم بارك، جميل جدا. طيب المكرمية الهلال دي جميلة قوي. دي معمولة مش بدبارة. اه. حبل عامل زي الحرير القطن. حبل حرير قطن. كام دي؟ دي عاملة 350. 350. الشغل اللي فيها جميلة. هو ايه الفانوس ده؟ ده الفانوس اللي بيتحط في الكنافة والأرواح والحاجات دي. تحط فيه ايه؟ كنافة والأرواح والفريش. ايوه. ده عامل كام؟ ده عامل 10. الفانوس ده ب10 جنيه. ده ارخص حاجة هنا 10 جنيه. الفانوس ده جميل. هنا بقى الشغل ده اللي بتحط على القماش الخيامية بتاع رمضان، اللي احنا بنعمله في الشقق، اللي بنعمل منه الستاير والخداديات. ده برواز. ده معمول ايه ده؟ ولا صورة؟ بعد صورة. البرواز ده. قول لنا بقى على اسعار المفارش اللي فوق دي. أسعار المفارش بتبتدي من 150 لحد 300. اللي هي دي من اول 150 لحد 300. لحد 300. ده ايه؟ دي رنورات صغيرة جدا، لسه جديدة السنة دي. ايوه. حط يعني على الترابيزات وكده. على الترابيزة. كام الواحدة؟ 150. 150. جلد ناشف. جميلة. والاكياس من دي الكيس بكام؟ ولا بالمتر؟ لا، دي ب 20 جنيه. إيه كاس اللي- البلابل المصري عاملة 20. كيس على بعضه؟ هو كام متر؟ 15. 15 متر ب20 جنيه. اكياس البلابل دي بتتحط على ايه ده؟ على الفوانيس. على الفوانيس وعلى المفارش. تمام تمام. والزينة ده المتر الزينة بكام؟ مثلثات. اه المتر عامل 5 جنيه.
المتر عامل 5 جنيه. جميل اللهم بارك. حلوة جميلة لذيذة كده، أول مرة أشوفها. لسه جديدة السنة. طيب والخداديات دي؟ دي المخدات عاملة 15 متر ب5. هي في كل التصوير بصراحة، في كل الفيديوهات 15 عاملة، لأن هنا جملة. هنا جملة. ايه تاني ممكن نصوره؟ إيه المكرمية الصغيرة دي لوحدها؟ ولا دول اتنين على بعض؟ دي لوحدها. دي جميلة. دي عاملة كام؟ دي 100. 100؟ يعني أصغر مكرمية هنا عاملة 100. حتى برضه دول حلوين أوي، المفارش دي جميلة جدا. الشنط دي مخدات الوان. قلت ده شنط. بكام المخدات دي؟ 35. واللي جنبها 35؟ اللي جنبيها دي برنت، شوية شغل برنتات من 45 لحد 65. والمكرميات الفانوس دي؟ حاجة زي كده مثلا عاملة 150. حاجة زي كده عاملة 300. 300 زي الستارة دي والستارة، ستارتين 300. دي 450. دي 550. دول 350 بروازين. حلوين قوي. في ناس مدمنه الحاجات دي، بتعشق الحاجات دي، بتحبها في بيوتها جدا. بصوا اللي عجبني بصراحه الفوانيس دي. بصوا روعه 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 روعه. عجبني الفانوس الكبير ده قوي بصراحه. كل الفوانيس اللي هي الصغيره دي اصلا جميله، المميزه دي عجباني. والمكرميات جميله جدا. بس الصراحه كل حاجه هنا مميزه. احنا هنا برضو اللي هيجي هينزل ايه وهيجي ايه، يوصل هنا ازاي؟ أول شارع الخيامية. اول شارع الخيامية. قول لنا بقى على العنوان عشان ما اعرفش اوصفه بصراحه. ايه؟ قول لنا على العنوان. اول شارع الخيامية. أول شارع الخيامية قدام بوابة زويلة، درب الأحمر. قدام بوابة ايه؟ زويلة. طيب كانت جولة جميلة النهاردة، احنا متشكرين جدا. بصوا بقى انا مش عايزة امشي من هنا، مش عايزة امشي، عايزة افضل اصور كده. خلاص ده كان اخر جولتنا النهارده. كان معاكم يوميات ام حسن المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.